السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في قناه مواهب سيارات مع وليد حسين. النهارده فيديو جامد جدا جدا جدا، ازاي تقدر تظبط زاويه عربيتك بنفسك بالحبل او بالخيط. لو انت اول مره تتفرج معانا على القناه ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. حسيت فعلا الفيديو فادك اعمل لنا لايك. عشان انت تحتاج تظبط زراير عربيتك محتاج مفتاحين، مفتاح 13 ومفتاح 22، ومحتاج حبل يكون جايب طول العربيه زي ما انتم شايفين كده من عند العجله اللي ورا لغايه العجله اللي قدام. وده طبعا سهل اللي انت تجيبه وسهل اللي انت تجيب مفتاحين. اول خطوه بتعملها بتجيب الطاره زي ما انتم شايفين هنا كده في النص، بتجيب الطاره في النص كده مظبوطه علشان لما تيجي تظبط زراير عربيتك ما تبقاش الطاره مكسوره كده شنه او مكسوره كده سنه. بتظبط الطاره الاول في النص، وبعد كده امسك هنا عندك يا شم، وبعد كده زي ما انتم شايفين هنا كده بيمسك العجله، بيمسك الحبل من عند العجله من النص زي ما انتم شايفين. وبعد كده انا ببتدي ان انا اشد الخيط كده بالشكل ده. تعال قرب هنا كده زي ما انتم شايفين هنا الحبل لامس الفردة الكاوتش، وهنا مش لامس فردة الكاوتش. يبقى كده عندي مشكله في الزوايا في العربيه، ودي تعمل معايا حادثه وعومان. طب انا دلوقتي ظبطت العجله دي، شفت العجله دي محتاجه ايه كده. العجله دي محتاجه تتربط لجوه. وطبعا انا هبص على الناحيه الثانيه فين هنا برضك، خليت هنا هشام يمسك بالعجله ورا في نفس المكان، وابتديت ان انا اشد الخيط زي ما انتم شايفين كده. وهنا العجل كله هنا الحبل لامس هنا الفرده، وهنا لامس الفرده. يبقى انا كده عندي مشكله في الجنب الشمال مش في الجنب اليمين. طب انا دلوقتي هعرف هربط ازاي او احل ازاي؟ تعالى اوصف لكم بقى الناحيه الثانيه كده. زي ما انتم شايفين زي ما قلت لكم هنا الحبل لامس فرده الكاوتش، وهنا لا. قرب هنا كده زي ما انتم شايفين ادي المفتاح اهو بيخش ما بين الحبل. يبقى انا كده محتاج العجله تتقفل لجوه. لو انا عندي العكس بقى اشرح لكم. لو انا عندي العكس، لو هنا لامس وهنا مش لامس، هيبقى انا محتاج ان انا افتح العجله مش اقفلها. طبعا هوريكم بقى تعملوا ايه. اول حاجه بهوي الصاموله دي اللي هي ال 22 زي ما انتم شايفين كده، بهويها. طبعا العجله محتاجه تتقفل جامد، بفك الصاموله شويه، وبعد كده ببتدي ان انا اربط الباره دي كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. بفضل اربط. لو خدت بالكم من العجله هتلاقوا العجله بتلم لجوه. انا كده ربطت مثلا القيمه دي، وبعد كده طبعا بطلع بره تاني وبعدل العجل. وبعد كده طبعا بعدل العجل اهو، وبخلي الطرف النص تاني بالشكل ده علشان يبقى ما عنديش اي مشكله. يبقى انا برضك ظابط طرتي في النص، وبعد كده برجع اشد خيط تاني. وبعد كده زي ما انتم شايفين بشدت الخيط كده العجله عندي هنا مقابسه من هنا اهو. العجله من ناحيه الحبل، اهم حاجه الحبل يبقى مشدود بسوى العربيه. ادي زي ما انتم شايفين كده الحبل هنا مقابس هنا اهو ومقابس هنا. يبقى كده انا بالطريقه دي قدرت اظبط زوايا العربيه. ولو انا برضك زي ما قلت لكم، لو انا عندي العجله هنا كانت فاتحه من هنا، لو انا عندي فتحه من هنا يبقى هحل مش هربط. هنا دلوقتي في العربيه دي كانت عجله فاتحه معايا من ورا مش فاتحه معايا من قدام. لو فاتحه معايا من قدام هربط مش هحل مش هربط. ده فيديو بسيط عن زوايا العربيه وازاي تقدر تظبط زوايا عربيتك بنفسك. زي ما انتم شايفين الحوار مش صعب خالص وسهل. هو محتاج حد يمسك معاك الحبل، ومحتاج مفتاح 13 و12. وشكرا على كده. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه.